وإذا كان صوم رمضان إيمانا واحتسابا سبب لمغفرة الذنوب وكذلك قيامه، فإن هناك أسبابا أخرى لكفارة الذنوب. إذا قال الإنسان سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الله أكبر، نعمة عظيمة. ومعلوم أنه لا يمكن أن يحصي أحد زبد البحر. وقولك سبحان الله وبحمده لا يستغرق من وقت كثيرا. أعتقد أن الإنسان إذا قاله بتوسط في 10 دقائق يكمله أو أقل، وتكمله أيضا وأنت تمشي في السوق، وأنت جالس في بيتك، وأنت جالس تنتظر الصلاة. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يقول هذا في آخر النهار ليكفر ما عمله في نهاره. عندما يتوضأ الإنسان في بيته ويسبغ الوضوء ويخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، أتدرون ماذا ثوابه؟ لا يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. اللهم لك الحمد. وهذه نعمة كبرى. لكن أين المحتسبون؟ أين الذين يقدرون هذا؟ أين الذين يشعرون حين يخرجون من بيوتهم من المساجد بهذا الشعور؟ أكثر الناس إما جاهل بهذا ما يدري، وإما عالم لكنه غافل. ولهذا ينبغي لك أن تحتسب ما تعمله من خير، تحتسبه على الله، بمعنى أن ترجو بذلك ثواب الله.